بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو كده حلو، فيديو يدفي. احنا عارفين ان الشتاء والجو برد. مفيش احسن من حلة محشي كده تدفينا وتدفي الولاد، ونعمل بطاية حلوة كده. النهاردة هعمل بط بالمرتة على الطريقة الدمياطي. وهنعمل حلة محشي كده حلوة. اتمنى ان هي تعجبكم، وحاجة تدفي كده في البرد ده. هنا البطة، هنا انا غسلتها كويس ونضفتها. غسلتها بالدقيق والملح، وفضلت ادعك فيها لازم، عشان انت عايزة البط يبقى ابيض كده وحلو عليك، بالدقيق والملح والليمون طبعا. فضلت ادعك فيها واغسل فيها واطلع ريش الصغير لحد ما نطفت معايا. هنا احنا قطعت بصلايه كبيره وتبلتها بملح وفلفل اسمر وبهارات وقرفة، وبحشي بها ايه البطة. بحشي هنا من عند الوركين. وطبعا احنا ما بننساش غسيل البط ونقعه، بنقعه طبعا. حبة حلوين لازم يتنقع، ولازم نغسله حتى لو احنا في الصيف لازم نغسله بمية ساقعة. علشان البط لما بيجي متنضف بيبقى جاي سخن. لازم احنا نغسل نكون جنبنا مي تلج، او ميه ساقعه من التلاجة، او اي طيور عندنا، علشان الحاجه ما تبص مننا، لان في ناس كتير بقت تجيب الطيور والحاجه في الصيف وتسيبها شويه في المطبخ، فكانت الحاجه بتبوظ او تطلع لها ريحه. احنا هنا ايه، حشيت البصل ما كترتش طبعا، ولادي مش بيحبوا البصل كتير في الاكل. وهنا بقى إيه بكتف البطه جامده شويه، رجلها جامده. فانا طبعا هكتف رجلها الاتنين علشان ايه تتسلق. واحنا طبعا ما ننساش ان البط طبعا لازم يقعد في التتبيله شويه. يعني أنا بعد ما تبله كده بسيبه في الفلفل الاسمر والتتبيله شويه كده، علشان ما يبقاش فيه اي ايه زفاره. انا هنا بحاول اكتفها وجامده شويه. هنا بقى ايه، جهزت حله كبيره فيها ميه، سبتها تغلي، قطعت في قلبها بصل واديتها مكعبين مرقه. وانا طبعا الروس والرقاب والحاجات بتاعت البطه اهيت حطيتها، كانت بتغلي قبلها. البطه كمان ما ننساش حاجه، ان هي ما تاخد غلوتين انا بقلبها على صدرها، علشان خاطر الصدر طبعا بيبقى فيه كميه لحم كبيره. فلازم ان انا ايه، آه، اقلبها على الناحيه التانية. انا ما صورتهاش وانا بقلبها، بس انا حبيت اقول لكم. هنا بقى الخلطه انا عاملاها قبل كده كذا مره في الفيديوهات. هنا الكرنب طبعا انا جبتها وسلقتها وشطفتها. وطبعا كرنب اليومين دول كرنب الفلاحي مسكر وحلو، فبيبقى طعمه جميل، والولاد بيحبوه. انا بقى ايه، رصيت عشوائي، ما رصيتش بقى، انا حبيت ايه، زي اهلنا زمان كده اما كانوا بيعملوا المحشي وما بيرصوهوش بقى، ما رضيتش ارصه بقى رصات يعني آه، هندسيه وكده. لا، انا حذفته كده عادي كده، زي ما بقيت اظبطه كده عادي. فهنا الورق اهوت احنا بنجيبه. طبعا انا بقطعه وبسيبه بطوله، وبعد كده باخد بحشي وبقى على قد ما الورقه ما بتاخد وبقطعها. هنا اهوت هنا انا طبعا اهوت البنات اللي ما بيعرفوش لازم الصباع نلفه كويس علشان ما يفكش مننا، وما نملهوش رز كتير، علشان خاطر ما الرز ما يطلعش منه من الجناب، ولازم نلفه كويس اهو زي ما احنا شايفين اهو. لان في البنات الجديده وبناتنا وكده اللي لسه عرايس وكده ما بيعرفوش يلفوا وكده. لا، اما تشوف الفيديو اهوت اهو. لكن اللي بيقعد بقى يقطع ورقه ورقه وبتاخد وقت، طب وليه؟ انا بعمله كده على طول. والخلطه بعملها برضو، بسبك الطماطم لوحدها، والبصله بقطعها وبدبلها طبعا بالملح والبهارات والكمون وشطه وبابريكا، زي ما انت عايزه زي ما انت بتحبي. وبقدح الزيت كويس، وعملتها بنفس الطريقه ديت. ما سبكتهاش، هو يعتبر كله زي ني في ني. هنا الورق هنا كان ورق بتاع كرنب، ورقه مسكر وحلو. وما ناخد بالنا ان احنا ما نسويهوش كويس عشان ما يتهريش مننا، لان لسه هيستوي. وهو زي ما انتم شايفين اهو، ما بنكترش الرز وبنلفه اهو، وبنقطع على حسب ما بياخدش معانا حاجه. يعني اسهل. حشو الكرنب طبعا بيبقى، والله ناس بتقول صعب، بس هو سهل، ولفه سهل كمان، ما بياخدش حاجه. انا هنا كنت بقى بظبط الورق، لان برضو لازم اظبطه عشان ما يبقاش فيه يمه عاليه ويمه واطيه، او يمه فيها ويمه ما فيهاش.
هنا بقى البطة استوت. انا هنا بقى طبعا اختبرتها واستوت. البخار كان جامد، طلعتها. او البخار كان مش عارفة اصور منه. وغير كده كمان المطبخ بقى عندي صغير شوية، فالبخار طالع جامد. هنا بقى ايه، برش هنا ملح وفلفل اسمر على الجلد بتاع البطة، بيديها طعم حلو بيبقى مقرمش كده والولاد بيحبوه. وهنا كمان عندي ليمونة كمان بعصرها. انا الاول بحط الملح والفلفل على البطة من على الجلد، وهنا عصير الليمون. ممكن لو ما عندكيش عصير ليمون وعندك برتقان بلدي حادق، برضو ممكن بتعصريه وبتحطيه عليه، بيبقى طعمه حلو برضو، بيديله مزازة. والجلد كمان بيبقى طعمه مزز وحلو. ليمون، برتقان حادق، اي حاجة. انا ما بحطش عليها اي دهون ولا اي حاجة، لان هي البطة دسمة وكده. هنا حلة المحشي اهيت، انا بوريها لكم خلصتها. وايه، هبتدي اسقيها. هنا هسقيها شوربة من شوربة البط. وبحط عليها معلقتين بعين صلصة على جنب، وبحط عليها معلقتين صلصة المحشي كمان ما ننساش ان احنا بنحط عليها معلقة سكر كبيرة، بتدي برضو طعم حلو. هنا بقى بهز الحلة، بشوف الشوربة بتاعتها، ما نملهاش قوي. وفي شفت شيف كده كان مسوي المحشي من غير مية خالص. ابقى احاول اجربها كده، اجربها الاول من غير تصوير واشوف هتنفع ولا لا. هنا بقى البطه اتحمرت زي ما انتم شايفين، لونها جميله اهي وريحتها جميله. والمحشي كده كانت ريحته جميله ودي بقى كان لسه سخن، كنت لسه طافيه عليه والبخار ما كان مش عارفين نصور منه. البطه هي استوت اهي خلاص، والمحشي. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش ان شاء الله في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واتمنى الفيديو يعجبكم.